السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ريتا جي اريج فاميلي. في هذا الفيديو ديال اليوم شاركت معكم واحد 4 الاشكال الحلويات انطلاقا مصايبين مع عجينه واحده، واحد العجين الاقتصادي. اشكال كيجيو بنانين ومعلكين. نتمنى انكم تجربوها وخلوا لي في التعليق ديالكم في التعاليق اراء ديالكم. في هذا العجين غنحتاجو واحد 4 ديال الزبده مارغرين. انا استعملت مارغرين، يمكن لكم تستعملوا زبده البواطه ماشي مشكل. زبده تكون بحراره المطبخ. نديرو واحد باش ما تعذبناش في الخدمه ديالها. نديرو واحد زلافه ديال سكر سنيده، زلافه ديال الزيت. بالنسبه للمقدار ديال الزلافه راه ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. واحد شويه ديال الملحه. غنخدموا هاد العناصر مزيان وغنضيفوا واحد الساشيه ديال السكر فاني. غادي نضيفوا كذلك واحد 4 ديال البيضات من الحجم الكبير. غنخلطوا هاد المكونات مزيان. شفتوا الخليط ورجع على شكل بوماد. غادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه، وغادي نضيف كذلك واحد 2 ديال الساشيات حمرين، خماره حمراء للحلويات، واحد 2 معالق ديال النشا. بالنسبه للدقيق راه تقريبا انا هزه هذا الخليط هز ليا واحد الكيلو ديال الدقيق و2 معالق الدقيق خاص بالحلويات. واحد 2 كيلو ديال الدقيق تقريبا و2 معالق. الدقيق لكم على حسب الخليط. غادي نجمع هاد المكونات مزيان، ما غاديش ندلكوها فقط، غادي نجمع لينا العجين وصافي. غنقسم هاد العجين ديالي على 4 ديال الاجزاء، وغادي نبقى نخدم كل جزء غادي نضيف ليه واحد النكهه. يعني بعد ما قسمت العجينه ديالي وغادي ندير على شكل كريات وغنحتفظ بهم بلاستيكه. غناخذ الكريه الاولى، ضفت لها واحد نص معلقه ديال القرفه مطحونه، نص كاس كذلك ديال الزبيب مغسول ومقطع طريفات، وضفت لهم كذلك واحد نص كاس ديال الزنجلان مطحون ومحمر ومطحون، دوزته شويه في الحشوار صافي. وغادي نجمع هاد العجين ديالي. الا شفتوا العجينه باقي كتلصق غادي نضيفوا ليها شي شويه ديال الدقيق. صافي جمعت هاد الكره ديالي غنحتفظ فيها في بلاستيكه، وناخذ الكره الثانيه اللي غادي نضيف ليها واحد بيمو ديال الصابلي ديال الدرهم مطحون مزيان، وواحد 2 معالق ديال النيدو محمر. صافي غادي نجمع. يمكن لكم تكتفيو فقط بالبسكويت بيمو مطحون، راه كيعطي واحد المذاق اللي زوين. الكره الثالثه غادي نضيف ليها واحد الفلون كراميل كيعطي واحد المذاق واعر بزاف، وكذلك غنضيف لها واحد 2 معالق ديال فيرميسيل الشكلاط. غادي نجمع هاد العجين نديرها في بلاستيك وناخذ الكريه الاخيره ونضيف لها هنا فلون ديال البنان، وغادي نضيف عليها كذلك واحد 2 معلقه فقط، يعني انا بركه هي معلقه وحده ديال الكونفيتور المشماش صافي. وغادي نجمع العجين ديالي. قلت لكم الا شفتوا العجين كتلصق يعني ضيفوا لها شويه ديال الدقيق باش تجمع لكم العجينه صافي، حيت في الاول اصلا خليتها مرخوفه. غادي ناخذ هاد العجينه نديرهم في بلاستيكه، وغادي ناخذ العجين الاولى اللي فيها الزنجلان والزبيب. غادي نديرها على شكل كريات، وهنا شمتها بهذا المرشم ديال على شكل وريضه. يمكن لكم ديروا اي مرشم عندكم. درتها على هذا الشكل، انا درتها على شكل مرشم. وغادي ندخلها غادي نطيبها. من بعد باش طيب فقط انا درت لها سكر كلاصي. غادي ندوزوها دوزتها في السكر كلاصي كي تشوفوا دابا. الكره الثانيه العجينه الثانيه خديتها كذلك شكلتها على شكل غريبه صافي، وغادي نطبعها بالمرشم. انا درت لها هذا المرشم، كي قلت لكم يمكن لكم تستعملوا اي مرشم عندكم. كتجي زوينه اصلا. هذه ما كنضيفوا لها حتى شي حاجه حيت اصلا كتجي فيها ديك الفيرميسيل كتجي مزوقه وزوينه. العجينه الثالثه ديال سميتو ديال هذه العجين تاع اللي فيها الكونفيتور مع البنان. راني كورتها
كذلك شكل غريبه وطبعتها بهذا المرشم اللي غادي ندير فيها ثقبه. ضروري ما غادي تخلي واحد المرشم اللي تكون فيه ثقبه من الوسط. صافي كنعاود نثقبو مزيان بيدي باش تبقى الحفره باينه. وغادي فاش طيبتها عمرت هذاك الوسط بالكونفيتور. هذه العجينه الاخيره ديال اللي درت فيها بيسكوي، درت فيها البيسكوي ونيدو محمر، درتها على شكل حرابل وقطعتها شكل طولي. يمكن لكم ديروا اي شكل بغيتو، انا حيت درت هذوك مدورين زعما درت هذا شكل طولي. صافي غادي نصاوبها ندير نطيخ لها طيب. فاش طابت انا فقط زوقتها بشويه الشوكولا بيضاء. انا الصراحه ما قديت بداكشي اللي عندي، ما درتش شي حاجه مكلفه. نتمنى ان هاد الحلويات يعجبوكم وتجربوهم، وشكرا على المتابعه وشكرا على الاراء ديالكم وشكرا على التعليق ديالكم الزوينه. بسلام عليكم.